بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 11 وأوقات روضات الأنبياء والأولياء. الفصل الأول: مشروعية الزيارة والتبرك وشد الرحال والتوسل بالأنبياء والأولياء. قصيدة قطعة 459. رويها النون: الزيارة مشروعة وشد الرحال منصوص عليه والتوسل جائز. وحسن شده وحسن شرعه. يوم الجمعة 23 رجب 1347، أبيات 21 بحر الطويل. صفحة لسه أول صفحة في الدوام، أول صفحة ملهاش رقم، هي بقيتها 482 صفحة الثانية بتاعتها. يا نفس هل لي في الشريعة برهان، يا نفس هل لي في الشريعة برهان يقوم على أن التوسل إيمان. يا نفس هل لي في الشريعة برهان يقوم على أن التوسل إيمان. وإني لأستفتيك يا قلب حيث قد أمرنا بفتوى القلب والعبد حيران. أعاد رسول الله أهل التقى إلى سؤال قلوب ملؤها الإيقان. ألصغى إلى حكم به سر حكمة، ألصغى إلى حكم به سر حكمة وفيه شفاء للنهى وأمان. لقد وضع الأسباب ربك حكمة ليشهد فيها يظهر التبيان. لقد وضع الأسباب ربك حكمة ليشهد فيها يظهر التبيان. فمن شهد الأسباب تفعل فهو فمن شهد الأسباب تفعل فهو في ضلال مبين قاله القرآن. دلوقتي يقرأ من فضل علام الغيوب الجزء الأول المجلد الثاني. ومن شهد الأسباب تنبي بأنها أواسط فيها الفضل والإحسان. وهذا شهود العارفين بربهم لقد خصهم فضلا به الرحمن. فكن بين باين تفقه الحكم. إن من تطرف يهوي حظه النيران.
توسل أسلاف كرام لربهم، توسل أسلاف كرام لربهم بآل التقى لباهم المنان. ولم ينكرا هذا التوسل عالم، ولم ينكرا هذا التوسل عالم، ولم ينكرا هذا التوسل عالم. وكيف وقد وافى به قرآن، ولم ينكرا هذا التوسل عالم. وكيف وقد وافى به قرآن. وإن كان أهل الجهل لم يتوسلوا، وإن كان أهل الجهل لم يتوسلوا بميت، ولكن ما لهم برهان. توسل بمحبوب إلى الله موقنا، توسل بمحبوب إلى الله موقنا بنيل العطايا يمنح الحنان. ولا تلتفت للمنكرين إذا ادعوا، ولا تلتفت للمنكرين إذا ادعوا عليك بشرك، فالهوى خسران. يلبيك رب العرش عند سؤالي، يلبيك رب العرش عند سؤالي، يلبيك رب العرش عند سؤالي بصفوته والمنعم الديان. إذا كان جبريل الأمين بحجته دعا المصطفى في قوله البرهان، ألا انزل على قبر الكريم وصليا، ألا انزل على قبر الكريم وصليا ضياء الأنبياء والأمر فيه بيان. وفي بيت لحم فانزلا صل داعيا، وهل بعد هذا حجة برهان. يقول لساني ضارعا متبتلا، وقلبي توسل صدق الفرقان. دعا آل بدر بل وفاروق قد دعا آل بدر بل وفاروق قد دعا. توسل بالعباس صح بيان، توسلت بالمختار والقلب موقن، توسلت بالمختار والقلب موقن. إذا قال وافى الفضل والإحسان.